السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايب قناتي. إن شاء الله بإذن الله هنغير في محتوى القناة، لأني فعلا عايزين تجديد وعايزين نرفع المشاهدات في القناة وعايزين نفعلها. فبإذن الله هنبتدي ترتيبات وتنظيمات، ورمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم وعلينا بخير بإذن الله. إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هيكون بداية شهر رمضان. ربنا يكرم كل اللي نفسه في حاجة بإذن الله ويحققها لي، ويكون دعاء مستجاب يا رب. احنا حبينا طبعا قبل رمضان نبتدي في الأكلات اللي هي ايه في رمضان بنقلل منها، زي السمك والفسيخ والرنجة والحاجات دي كلها. طبعا في رمضان في حالات منها بتتمنع. السمك ممكن مرة على نفسنا كده، لكن السمك بيحتاج مية كتير وأكل لذيذ، بس بينشف الريق زي ما بيقولوا. فكان عندي والله شوية جمبري كانوا جايين هدية كده من برا، وقاعدين في التلاجة، فقلنا نطلعوهم عشان هيفضل لمدة شهر كامل في التلاجة. وجبنا شوية سمك عليهم برضو. كان عندي كيس في التلاجة طلعته فيه 5 حبايات من السمك، 5 وحدات يعني. ابتديت أول حاجة الجزازة اهي زي ما انتوا شايفين، جزازة الجمبري جامدة طبعا في الفريزر لها فترة. كانوا جزازتين، عملنا واحدة وهي دي التانية. هي طبعا مش كل ده هو كمية، في الآخر تطلع حبة صغيرة، لأن الجمبري ده القشر جايني زي ما هو قشر. أنا هننضفه معاكم وهنقشره، بس الأول هنفكه. قسمنا الجزازة نصين ونقعناها في مية عشان يدفى، وابتدينا نبتدوا نتبله في السمك لغاية ما تفك معانا جزازة الجمبري دي، لأن احنا طلعناها متأخر. الحمد لله السمك عندنا دلوقتي بيجي أسهل أكله بصراحة. من ساعة ما ابتدوا التنظيف بيجيبوه ليا متنضف، يدوبك شطف بس وتتبيلة على طول على القلب أو الشوي. النظافة بتاعت اللي بيتروع بيجينا أبيض أبيض خالص كده ونضيف، مفيش غير أنا بنشيل العينين بس بتاعت السمكة، لأني بنخاف بصراحة منها وما بنحبهاش، ممكن تمرر للأكل. ده الجمبري اهو، شوف الكمية اللي طلعت. أنا مسرع الفيديو خالص عشان طبعا ما تملوش مني. أهم حاجة عندي في السمك كانت في تتبيلته الثوم والليمون والكمون والكزبرة والملح. كمون وكزبرة دي أهم حاجة عندي في تتبيلة السمك، وثوم وليمون كلهم فرمتهم مع بعضيهم وتبلت بهم السمكة كويس، وتبلتها بالدقيق. وبعد كده قبل القلي بننزلها في المية ونطلعها على طول ونرجعها على الزيت. ليه الحركة دي؟ تخلي السمكة تطلع معايا مقرمشة وحلوة. بالنسبة للجمبري، أنا نظفت الجمبري، شلت القشر بتاعه سهل خالص، مجرد ما تعمل ايدك كده عليه هيروح متشال، ومعها الراس والديل. ومسكت من الظهر من ورا، فتحت طلعت من العرق الرملي ده. هو الجمبري كان روبيان صغير، مش جمبري جامبو يعني. فكان متعب برضو شوية، خد وقت معايا في الفتحة لأن صغنن، بس الكمية برضو طلعت حلوة بسم الله ما شاء الله. كلنا كلنا منها وشبعنا. في ضيوف كمان جت عندنا كلت منها معانا فيه، فكانت مباركة. الجمبري تتبيلته حطيت له برضو توم وكمون وليمون نفس تتبيلة السمك، وحطيت الدقيق بس طريته بشوية مية سايبة شوية كده يعني. لو في حبة بقسماط حبة سمسم تضاف للجمبري ويتقلي ينزل في الزيت ويطلع على طول، يعني ما يقعدش دقيقتين بالكتير خالص في الزيت، لان لو قعد هيتجلد معاك ويشد. كمان انا الجمبري بنحبه بارد، بنحس لما بيبرد بياخد بالتتبيله وطعم زفرته بتقل وبيبقى طعمه روعه. وعملنا جنبيهم شويه سلطه طحينه وسلطه خضراء وعصير ليمون. كل سنه وانتم طيبين. وانا برضو في الجلي يا جماعه عايزه اقول لكم، انا في الجلي برضو بنحب نقلي السمك وهي مفتوحه، ما تكونش وهي مقفوله. بنحب بطنها وظهرها ياخدوا جالية حلوة يطلع فيهم قرمشة، غير اني زي ما قلت لكم بنزلها في المية ونطلعها على طول. عندي برضو لما بنبقى فاتحة السمكة من الأول بنحطها على الجنب اللي فيه التتبيلة اللي هو بطنها، وبعد بنار عالية، وبعد كده نروح قلبها على ظهرها ونوطي النار كده، بتبقى حلوة ومقرمشة ومن جوه مستوية. حتى لو حجمها كبير تبقى من جوه مستوية في الناحية اللي أنا وطيت عليها النار، تاخد راحتها.
وبس دي كانت أكلة خفيفة وسريعة وحلوة خالص وغنية وإن شاء الله بإذن الله هنبتدي. لو عجبكم الفيديو ودعمتوني، أنا طبعا لسه جديدة والتصوير بنصور بإيدي، فما لا عندي ستاند ولا عندي رينج لايت ولا أي حاجة تساعدني في التصوير. فبإذن الله لو لقيت إن في موافقة منكم وقلتولي في الكومنتات إن احنا عايزين فيديوهات، هنبتدي نعمل مع بعضينا فيديوهات ونشتري الحاجات دهية بإذن الله وندعم قناتنا. وشكرا لحضراتكم، شكرا خاص، كل سنة وانتم طيبين.